اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. قبل ما ابدأ الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبعد ما وصلها ملك بدموع، طيب هو انت ممكن تسمعني؟ نفسي اعرف انت بتعيطي ليه؟ علشان انت زعلان مني يا عمر. عمر مسح دموع. على فكرة انا مش زعلان مني، بالعكس انا فرحان بيكي جدا وبقيت واثق فيك اكتر من الاول بكتير. مش فاهم، انت عبيطة يا بنت. هو انت فاكرة ان انا زعلان منك ولا شاكك فيكي؟ حتى لو ما شفتكيش وانت بتضربيه وبتهزيه وتمسحي بكرامته الارض ما كنتش هزعل منه. انا بحبك وواثق فيك ومهما قالوا عنك مش هصدق. امال مال شكلك متضايق ليه؟ متضايق مني وكان نفسي اروح اضرب فيه لحد ما موته، بس يلا ما حبيتش احرجك وسط الناس. انا بحبك قوي يا عمر، ربنا يخليك ليا يا رب، وانا بعشقك يا قلب عمر. يلا انزلي. حاضر. نزلت ملك وقبل ما تنام قررت تعمل حاجة، وتاني يوم نزلت الشركة ودخلت على مكتب المدير. صباح الخير يا فندم. تعالي يا ملك، اتفضل. ايه دي؟ استقالتك؟ انا مش هقدر اكمل معاكم بسبب ياسر. صح؟ حضرتك ما تعرفش حاجة، للأسف عرفت متأخر. بنتي شافته امبارح وحكت لي على كل حاجة وفسخت الخطوبة وانا مشيته والله يا ملك. لو كنت اعرف الموضوع ده كنت اعرفه معاه مساعدة. مش مشكلة، بس انا مصممة يا فندم. زي ما تحب، انتي زي بنتي، وفي اي وقت حبيتي ترجعي الشغل تاني مكانك موجود. شكرا يا فندم. عن اذن حضرتك، ولو احتجت اي حاجة قولي. وخرجت ملك وراحت على شركة عمر. ممكن اقابل عمر؟ هو مش فاضي حاليا، معاه اجتماع مهم. انا ملك مراته. مدام ملك؟ طيب ثانية واحدة هبلغ. دخلت السكرتير ودخلت ملك وراه، وخرج كل اللي في الاجتماع وقرب منها بقلب. حبيبتي انتي كويسة؟ فيكي حاجة؟ مفيش. لا في، وشك اصفر. اقولك تعالي نروح للدكتور. يا عمر يا حبيبي اهدى، مفيش حاجة. ادم بخضة دخل وحضنها. حبيبتي فيكي ايه؟ بس بقى، في ايه انتوا؟ مالكوا؟ تعبانة يا روحي؟ فيكي حاجة؟ بس بقى اهدى. سيبوني اتكلم. مش عارفة اقول الكلمتين اللي عايزة اقولهم من ساعة ما دخلت. اهو سكت. اتكلمي يلا. ابدا، انا كنت جاي اشوف المكتب بتاعي. مكتب ايه؟ ايوه صح، مكتب ايه؟ ما انا قررت ان انا اشتغل مع جوزي واقعد على قلبه واشوفه بيعمل ايه بدل ما اعين واحدة تراقبهولي. بتهزري صح؟ مش انتي بتشتغلي؟ ادم يا حبيبي اطلع بره، انا هقعد مع مرات افهم منها. انور اللمبة الحمراء كمان؟ بره يا حيوان. حاضر يا عم. ده انتوا صحيح الدخل بينكم خير. عمر قعد وقعد ملك على رجليه وهو حاضنها. فهميني بقى، دي هرمونات ولا جاية تقفشين؟ اخص عليك يا عموري، انا بس حبيت ابقى جنب جوزي. سبتي شغلك بسببي؟ ايه بسببك دي؟ انا بصراحة قلت كرامة جوزي اهم من اي حاجة، ورحت سايبة الشغل وسمعت ان هو كمان اضطر وخطيبته سابته علشان عرفت باللي عمل. ثم ان يعني جوزي يبقى صاحب اكبر الشركات واشتغل في مكان تاني. طمعانة فيا؟ لا يا عمور، قلب عمور. انا بس مش عايزك تخسري شغلك اللي بتحبيه بسبب حبيبي. انا اخسر حياتي علشان مش شغلي بس. بعد الشر عليك. قرب عمر منها وملك قامت بسرعة. فين مكتب؟ عمر بغيظ. والله انا شايف انك تسألي على فرحك قبل مكتبي. مش انت قلت هتظبط كل حاجة؟ ظبط انت بقى، وانا عندي كلمتي. من بكرة كل حاجة هتخلص. مش للدرجة دي، لا بجد. انا مقرر الفرح اخر الشهر. ملك بتنهيدة. حاضر يا عمر، هبدأ في التجهيزات. طب ممكن بقى نروح نطمن عليكي؟ ملك بتوتر.
أنا رحت واطمنت خلاص. ورحتي وما قلتليش يعني؟ مش رحت، أنا كنت جنب المعمل وعملت التحاليل وبعتها لدكتور هيثم وطمني وقالي إن خفيت، فاضل بس انت تروح. طب الحمد لله يا حبيبي، انتي مش متخيلة أنا فرحان قد ايه، وأنا كمان فرحان. يلا بقى أنا همشي واسيبك. نزلت ملك وكلمت هيثم وخدت ميعاد مني وروحت البيت وقالت لهم على ميعاد الفرح، وكلمت مي علشان تنزل معاها المول. وتاني يوم نزلت ملك ومي. انتي متخانقة انتي وأدم ولا ايه؟ لا الحمد لله. الأول كنت مش فاهمة طبعا وبنشد كتير، بس دلوقتي خلاص بقينا متفاهمين جدا. طب يلا نشوف هنخلص ازاي بفرحك اللي آخر الشهر ده. يا بنتي ده أنا بحمد ربنا إن عمر هيعمل كل حاجة، وأنا معليش غير الفستان والبيوتي سنتر وبس. تعبتي نفسك والله. استنى، ايه يا حبيبي، خلصتي؟ أخلص ايه؟ أنا معايا اليوم كله، يعني مش هشوفك النهاردة؟ انتي وحشتين وانت كمان والله. بس اعمل ايه علشان اخلص بقى ونتجوز؟ ولا انت مش عايز نتجوز؟ طب اجي يعني دلوقتي اخطفك علشان تتأكدي؟ لا لا خلاص. وعلى ايه؟ هخلص واكلمك. استناكي يا حبيبتي. يلا خلينا نخلص. وفضلوا يلفوا كتير ومشيت ملك على ميعاد هيثم. نعمة وحشتيني والله. والله وانت ما بتسأليش ليه؟ انا جاية اسأل اهو. قوليلي يا بنت، مفيش حاجة في الطريق؟ حمل في شهر. ألف مبروك يا حبيبتي، ربنا يكملك على خير يا رب. ملك هنا؟ ازيك يا فطوم، وحشتيني. وانتي والله. هيثم بعصبية. ايه الصوت ده؟ ده انا يا دكتورة. وانا اقول المستشفى فيها حركة غريبة ودوشة مش طبيعية ليه كده يا دكتور؟ انا عاملة دوشة؟ والله يا دكتور انتي عاملة حسي للمستشفى. يا سلام. طيب يلا كل واحدة على شغلها. تعالي يا ملك. ملك دخلت وراه. ايه الاستقبال ده يا دكتور؟ امال لو ما كناش واكلين عيش وملح مع بعض هعمل معاكي ايه يعني؟ ما انتي قلقان مش متابعتك اخر الاسبوع؟ ما ده اللي انا كنت عايزة اقولهولك. صلي على النبي الاول عليه الصلاة والسلام. اوعدني يا دكتور مهما كانت النتيجة عمر مش هيعرف. قلقتيني يا ملك. في ايه مالك؟ بصراحة يا دكتور بقالي فترة حاسة بتعب، يعني زي أول مرة بدأت فيها العلاج، ومهما خدت العلاج بتعب برضه. فبصراحة سبته أسبوع، وفي خلال الأسبوع ده حسيت بزغللة فظيعة ودوخة، وبقيت مش مستحملة البرشام في معدتي. بيني وبينك الأول مهمنيش، وقلت يمكن علشان في المرحلة الأخيرة، بس بعدين لما دخلت على النت وعرفت إن في ناس بترجع للمرض تاني بعد ما بيخفوا منه، بصراحة أنا قلقت وما كلمتنيش من ساعتها. ليه يا ملك؟ خفت أكلمك وأسمع كلام خايفة أسمعه. عمر عارف؟ لا يا دكتور، اوعى عمر يعرف. أنا جيتلك علشان خاطري، اوعى تقول ما تسبقيش بالبلا قبل وقوع. وإن شاء الله خير. إن شاء الله يا دكتور. عملوا التحاليل ورجعوا المكتب. التحاليل هتطلع بكرة. دكتور اوعى تفتحها غير وأنا جنبك. حاضر. عن إذن. مشيت ملك وروحت على بيتها. ولحد كده استنونا في الحلقة الجاية، وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد.